السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في القناة. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحة جيدة. اليوم غنقدم معكم هذا المفور اللي كتشوفوا معايا، راه سهل في التحضير وكيجي رائع في المذاق. نتمنى تبقاو معايا حتى الاخر ونتلاقاو من بعد. نبداو على بركه الله. هنايا عندي واحد نصف دجاجه، يعني نتوما كديروا الدجاج على حسب الاشخاص. انا عندي هنايا تقريبا يعني جوج اشخاص حتى ثلاثه. وعندي هنايا التوابل كما تشوفوا، شويه ديال الكمون، الملحه، البزار، الخرقوم و بابريكا اللي هي التحميره الحلوه. وعندي واحد الضامه ديال الزعفران. هادو هما التوابل. ممكن تزيدوا الحاره الا بغيتوا. كما كتشوفوا هنا غادي ندوزو باش نديروا هاد الشرموله هادي، وغادي نحلو هاد المكعب اللي عندنا ديال الضامه ديال الزعفران. ومن بعد راه غادي نزيدو عندي هنايا القزبور المعدنوس اللي عندي دقيته مع شويه ديال الثومه كما كتشوفوا عندي. غادي نزيدو وغادي نزيدو عليه شويه ديال زيت البلديه وواحد شويه ديال الزيت. ممكن ديروا غير زيت البلديه تكتفوا بها صافي. غادي تكون عندنا هنايا شرموله اللي غادي ندوزو من بعد نشرملو بها الدجاج. هنايا في هذا الاثناء غادي ندوزو ناخذ شعريه صينيه اللي غادي نخوي عليها الماء طايب. كنظن كلشي عارف هاد الطريقه. غادي نخليوها ترطب شويه في الماء طايب على ما تطلق لينا صافي. وغادي نصفيوها ونخليوها من بعد. هنا غادي ندوزو للكسكاس اللي درت فيه شويه ديال الماء. الماء تغلى. وهنا غادي نحط الطريفات ديال الدجاج اللي عندنا هي الاولى. نخليهم يطيبوا واحد 20 دقيقه بحال هكا. كي نعاد ندوزو نكملوا المراحل.
دابا غادي ندوزو نقيت هنايا الخضره اللي هي عندي هنايا الجزر والبطاطا، وعندي القرعه كورجيت. يعني نتوما تقدروا ديروا اي خضره كتعجبكم، ممكن تزيدوا مثلا جلبانه، تزيدوا اللوبيا الخضراء. انا اكتفيت غير بهادو. كما كتشوفوا كنقطعوا هكايا مربعات شويه كبار، بطاطا وهكاك حتى الجزر حتى هو، والقرعه حتى هي صافي. ومن بعد راه غادي ندوز باش نشرملهم بديك الشرموله اللي بقات لنا، وغادي نحطها فوق الدجاج اللي درت في الكسكاس بعد ما داز عليه واحد 20 دقيقه. هنايا من بعد ما كملت الخضره ديالي في التنقيه، دزت شرملتها. هنا غادي ندوز الشعريه الصينيه، ممكن تخليوها بحال هكا، ممكن تقطع، انا ما قطعتهاش، ممكن تقطعوها بالمقص. زدت لها ديك الشرموله اللي بقات ليا تما صافي. غادي نحاول نخلطها مزيان. هذه غادي نخليها هي الاخيره باش نزيدها، يعني تنزيد شويه الخضره طيب. راكم عارفين الخضره يعني ما غتاخذش وقت بزاف، واحد 10 دقائق بحال هكاك. يعني غادي نحطوها فوق الدجاج وصافي. ومن بعد عاد ندوزو نزيدو الشعريه الصينيه، وغادي نخليوها طيب من بعد واحد 15 دقيقه حتى 20 دقيقه راه تيكون واجد، لان الدجاج راه ديجا طيبناه في الاول، يعني واحد 20 دقيقه. صافي. هنايا غادي ندوزو باش نكملوا المراحل، وبقاو معايا في الفيديو. كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديالو. يعني منين كيطيب لنا راه تنحطوه في الطبسيل كنقدموه بالصحه والراحه. ونتمنى هذه الوصفه هذه تنال اعجابكم وتجربوها. صدقوني راه كتجي رائعه في المذاق. واللي شاف الفيديو حتى لهنا ما ينساش يدير لي لايك واشتراك اللي كيشوف قناتي لاول مره باش يوصلوا اي جديد. ومع السلامه مع فيديو جديد ان شاء الله.